اهلا بيكم كل متابعي قناه سكر جوه، يا رب تكونوا بخير وسعاده دايما. النهارده في فيديو جديد عن ملخص كتاب قوه عقلك الباطن للرائع جوزيف ميرفي ضمن سلسله ملخصات كتب هاشتاج هات من الاخر. لو انت عاوز تحصل على فايده الكتاب من غير ما تقراه تابع الفيديو ده. العقل الباطن قادر على حل جميع المشكلات زي الفوبيا، الرهاب الاجتماعي، القلق، التوتر والافكار السلبيه اللي مش قادر تتخلص منها. في الكتاب ده هتعرف ازاي تتحكم في عقلك الباطن. العلماء قسموا العقل لثلاث اقسام: العقل الواعي والعقل اللاواعي والعقل الباطن، وده اللي عليه الكلام النهارده في الفيديو. العقل الواعي هو عقلك اللي بتدرك جميع الموجودات بالحواس، اما العقل الباطن واللاواعي هما مربوطين مع بعض بربطه كده، يعني واحد بيحفظ البيانات والتاني بيتحكم فيها. عموما هو الاتنين بيجمعهم، مش احنا العلماء بيجمعوهم في العقل الباطن. بعض الدراسات بتقول انك بتستخدم عقلك الواعي بنسبة 5%. لك ان تدرك ان 95% من تصرفاتك بيستخدمها عقلك الباطن، او انت بتستخدم فيها عقلك الباطن. مسؤول عن كل التصرفات اللي بتعملها بدون وعي، زي التنفس مسؤول عنها العقل الباطن، الحركات اللا إرادية، رمش العين، كل ده المسؤول عنه العقل الباطن. مين الأقوى؟ اللي مسؤول عن 5% من تصرفاتك ولا اللي مسؤول عن 95% من تصرفاتك؟ أكيد اللي مسؤول عن 95% من تصرفاتك. عقلك الواعي ذكي جدا، بس مش معناه ان انت الدكتور زويل في نفسك، يعني لا، ما اقصدش كده. هو ذكي جدا يعني مدرك كل التصرفات اللي انت بتعملها وقادر يميز بين الصح والغلط، قادر يميز بين التصرف المؤذي وغير المؤذي. بس للأسف ذاكرته ضعيفة. لو انا قلت لك احفظ معايا رقم التليفون ده هتحفظه لمدة 5 ثواني. ولو انت استخدمت طريقة الحواس المتعددة، يعني كتبت بإيدك وقلت ببقك، صوت سمع ودانك، شافت عينك وانت بتكتب بإيدك، استخدمت حواسك وانت بتذاكر او انت بتحفظ رقم التليفون ده، هتحفظه لمدة 15 ثانية بس. طيب وبالنسبة للذاكرة، عقلك الواعي بيستعين من عقلك الباطن بعض الأمور. بالنسبة للتخزين، الذكريات عند عقلك الواعي لا تتجاوز 15 ثانية في أحسن الأحوال. كل الذكريات اللي مرت عليك في حياتك من خلال الخمس حواس، أي حاجة أنت شمتها، حاجة سمعتها، حاجة شفتها، حاجة لمستها بإيدك، كل دي محفورة في عقلك الباطن، سواء بقى أنت قدرت تسترجعها أو ما تقدرش تسترجعها. عقلك الواعي ضعيف لدرجة ان هو ما يقدرش يأثر على نفسيتك ولا على جسدك. لو انت قلت لنفسك انا مبسوط، الجملة اللي انت قلتها بعقلك الواعي دي ما تملكش اي تأثير عليك ولا على جسدك ولا على مستقبلك، ولا اصلا هتخليك سعيد، هتفضل بائس زي ما انت كده. المهم، عقلك الواعي هو على الرغم انه ذكي بس هو ضعيف، لا يملك اي تأثير ولا على نفسيتك ولا على جسدك. طب عقلك الباطن الموضوع معاه مختلف تماما، ما يعرفش يفرق بين الصح والغلط ولا الضار والنافع. معظم الامراض اللي بتبقى عند الناس زي الفوبيا والرهاب الاجتماعي ومعظم الامراض النفسية وراها العقل الباطن. زي ايه؟ الخوف مثلا هو مجرد فكرة، ده مش واقع حقيقي. في ناس بتقول ان الخوف مشاعر، اقول لك يا صديقي ان الخوف مشاعر، المشاعر دي هي اصلا فكرة، لكن فكرة تملكت عليك بدرجة قوية لدرجة ان بقى ليها تأثير على نفسيتك واحيانا على جسدك. لما ممكن في طفل يشوف مدرس خايف منه، تلاقيه بقى خايف، ضربات قلبه بقت سريعة، بقى بيعرق، بقى خايف، بقى وشه اصفر وممكن يرتجف من شدة الخوف. كل ده اصلا عبارة عن فكرة انه خايف، وربط الفكرة دي بالشخص ده، فكل ما يشوفه عمل ارتباط شرطي. العقل الباطن على الرغم من انه هو غبي، ما بيعرفش يفرق ما بين اللي بينفعه واللي بيضره، الا ان عنده ذاكرة حديدية. كل شيء قلنا قبل كده مر على حواسك متخزن في العقل اللاواعي او العقل الباطن، كل شيء حرفيا. عقل الواعي
ممكن ما يعرفش يسترجعها، بدليل ان في ذكريات ليها اكتر من 20 سنة ممكن تسترجعها. عقلك الباطن قوي جدا لدرجة انه يأثر على نفسيتك، وكمان الظروف من حولك. يعني ايه يأثر على نفسيتي؟ يعني لو انت اتزرع عندك فكرة الخوف من شيء معين، الأثر النفسي ده هيجيب لك كل ما تشوفه هتخاف وهتتوتر وهتبتدي ترفض. يعني الاطفال بيرفضوا المذاكره وبيرفضوا يروحوا المدرسه لانه اصلا خايف من المدرس، اللي هي عباره عن فكره. كل ده اثر عليه، وبالتالي اثر على درجاته، وبالتالي ممكن ياثر على مستقبله من فكره. مين اللي اثر على كل ده؟ العقل الباطن. التاثير البدني، سمعتوا اكيد قبل كده عن ظاهره اسمها الحمل الكاذب. الحمل الكاذب ده بتبقى ظاهره بتحصل لما تكون السيده عاوزه تحمل ونفسها في طفل وعايزه طفل، والفكره متملكه عليها وبتكررها، وتقعد تتخيل نفسها وهي ام وشايله طفل. وكل ده يبتدي بقى هرمونات اسمها عقلها الباطن يصدق الفكره ويبتدي يتقبلها ويتفاعل معاها، فيخلي جسدها يتقبل الفكره. ممكن بطنها تعلى، وبعدين بعد شويه يحصل عليها كل اعراض الحمل. فكره مرعبه. عملوا دراسة عن الموضوع ده وجابوا واحد محكوم عليه بالإعدام. المهم قالوا بدل ما احنا نقتله بالطريقة الاعتيادية اللي هو الشن، قالوا لا، احنا هنحتاجه في تجربة. هنعمل ايه؟ مغميين عينيه وجم عند شريان ايده وراحوا مشوا عليه سكينة كأن بيقطعوا ايده زي اللي بينتحر كده. وطبعا هو متغمي، عينه متغمية تماما، هو مش شايف ايه اللي بيحصل حواليه، والدنيا اصلا ضلمة. تمام، عشان يهيئوا له فكره ان دمك بيتصفى. جابوا جنبه جردل وفوقيه حنفيه، وبقت الحنفيه بتنزل نقط ميه بضعف، نفس ضعف نقطه الدم، وهي نازله كده تعمل طق 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 طق. وبقى يجي كل شويه يجي له الحارس بتاعه المسؤول عن التجربه دي ويقول له يا كل ده دم نزل في الجردل، مع ان هو اصلا ما بننزلش منه نقطه دم واحده، ولا ايده اتجرحت ولا اي حاجه. كل دي اسمها تهيؤات. ولكن العقل الباطن اتشرب الفكره، شربها لصاحبه وابتدى يتفاعل مع الفكره. بعد 15 ساعه الراجل ده مات فعلا. ليه؟ نتيجه تشبع العقل الباطن بفكره الموت. الفكره مرعبه بصراحه. طيب، على الرغم من كل اللي انا قلته ده، بس في حاجه رائعه ومهمه جدا، انك تقدر تتحكم في ظروفك الخارجيه. العقل الباطن هو عباره عن افكار تقدر تاثر عليك. طيب ازاي اقدر اتحكم في العقل الباطن؟ بصوا بقى، الادوات اللي بيستخدمها العقل الواعي علشان يحصل على المعلومه هي الخمس حواس. تمام كده؟ عشان نعرف احنا في نهار ولا ليل، نعرف الاكل ده ساقع ولا سخن، نعرف الشارع ده ينفع نمشي فيه ولا متكسر. كل دي من الحواس، والعقل الواعي بيدركها عن طريق الحواس. طب العقل الباطن بيحصل على المعلومه منين؟ من العقل الواعي. تمام. طيب، عشان عقلك الباطن يصدق فكره ان انت سعيد، فتخلي عقلك الواعي يقول فكرة أنا سعيد. وكمان الموضوع بسيط كده؟ لا، ده خطير جدا، لأن أنت محتاج تكنيك معين. لأن الموضوع مش مجرد جملة هتتقال، لا، ده أنت عايز تصدقها، وعايز تحيط نفسك بمحيط كده سعادة، وتفضل تقنع في عقلك الباطن ان انت سعيد. بعد شوية العقل الباطن هو مش هيفهم اذا كنت انت بتضحك عليه ولا لا، او انت سعيد ولا لا، بس مع تكرار الجملة وان انت معايش نفسك في مود السعادة، على طول مبتسم، على طول بتفكر في افكار ايجابية، على طول محيط نفسك بامور ايجابية، هتصدق، وعقلك الباطن هيصدق ان انت سعيد، وهيأثر كده على جسمك. هتلاقي ضغطك متظبط، قلبك تمام، امورك طيبة في جسمك، تمام، سكرك زي الفل، تمام. فهتلاقي عقلك الباطن بيتشبع بالفكرة ويصدقها ويأثر على جسدك من قوة التكرار. عقلك الباطن يستخدم تكنيك التكرار. التكرار مهم جدا جدا جدا، وعشان كده بنقول
انت كشخص واحنا كلنا واقعين تحت تأثير قوة تكرار الاعلانات. عشان كده لو حضرتك معاك موبايل ماركة معينة، انت رابط الموبايل الماركة ده، انت ليه اشتريت الماركة دي بالذات دون عن غيرها؟ لانك رابط في عقلك نتيجة التكرارات اللي بتمر عليك يوميا ما بين الماركة اللي انت شايلها وما بين واجهة اجتماعية، او ما بين الماركة دي وما بين تكرار الاعلانات اللي بتشوفها، فبتقول ان المنتج ده افضل من غيره. ليه بتشتري نوع شامبو اكتر من غيره؟ علشان تكرار الاعلانات طول الوقت، انت شايف انت شايف انت شايف المنتج ده بيعلنوا عنه، فقلت وده اشتراه وده اشتراه وده جابه، طول الوقت المنتج قدامك، فقوة التكرار تشبعت في عقلك الباطن فأثر على سلوكك الشرائي. طيب حتى الخطط المستقبلية بقوة التكرار، لو انت ادركت قوة التكرار وعرفت تستخدمها صح هتغير كتير في حياتك. يعني ايه بقى قوة التكرار؟ كتير من تفاصيل حياتنا بسبب قوة التكرار. علشان كده التربويين ركزوا على ان لازم تقول لولادك بصفة مستمرة وجمل متكررة ايجابية، عن تمدحهم وتمدح شخصياتهم وتمدح نجاحاتهم وتمدح كل حاجة بيعملوها. الحقيقة شركة ديزني للكرتون لما جت تنشر الشذوذ الجنسي بين المجتمع قالت انها هتعمل ده عن طريق التكرار في افلام الكرتون. مين هيتشبع اكتر بقوة التكرار؟ الاطفال. عشان كده دخلوا لهم الفكرة في افلام الكرتون، ربنا يرحمنا. خلي بالك تأثير الرسائل اللي بتقولها لنفسك، الكلام الذاتي اللي بتقعد تحكيه مع نفسك عن نفسك ولنفسك، خلي بالك من الكلام ده. تقولش لنفسك انا حزين، انا مكتئب، انا خلاص، انا رحت، انا ضعت، مستقبلي. كل الكلام ده عقلك الباطن بيصدقه وبتمشي ضمن الكلام ده للأسف، وبتضيع فرص مهمة في حياتك نتيجة ان عقلك الباطن مصدق ان انت للأسف فاشل او كلام من ده، زي ما انت بتشبع مخك. لو انت قلت انا غني، انا غني، وفضل عقلك الباطن وكررت الجملة على عقلك الباطن بطريقة ايجابية، عقلك الباطن هيتشبع بالفكرة. طيب هيبقى انا غني، يعني هيبقى انت غني ازاي بقى؟ لو انت تشبعت بفكرة ان انت غني وتملك من الثراء وتملك وانت عندك هيبتدي عقلك الباطن بقوة تكرار الجملة هيتشبع بيها، يبتدي بعد كده يوجه جسدك، يديك حماسة، اندفاعية، لمعة في العينين، تتصيد الفرص، تدور ورا الفرص المتاحة وتشوف فرص لمشاريع، فرص لتجارة، فرص جديدة في مكان تاني، تتعلم مهارة جديدة، وهتلاقي نفسك بتجري ورا الثراء فعلا. فعلا هتبتدي تقرب من الفكرة دي. لو واحد كل ما تكلمه تسأله عن أحواله يكلمك بطريقة إيجابية ويقول لك الحمد لله أنا في نعمة، الحمد لله إحنا في نجاح، الحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا، هتلاقي فعلا حياته متشبعة بالنعم. تمام. كمان عقلك الباطن بيبتدي يصدق الأفكار ويخلي جسدك يعكس الفكرة دي في حياتك. الشخص السلبي اللي بيقول لنفسه أفكار سلبية هو أصلا جسده وعقله هيرفضوا ان هو يسعى في الحياة، وكل ما تجيله فرصة هيقعد يقول لنفسه معقولة هتجيلي انا؟ هيسيبوا الناس كلها ويوافقوا عليا انا؟ معقولة لو انا رحت الانترفيو ده هيوافقوا علينا ويسيبوا الناس دي كلها؟ لا لا لا، ده اقل واحد، هو انا بفهم زي ده ولا زي ده؟ لا لا يا عم ما تروحش الانترفيو، ادي شغلانة ضاعت عليه. يجي مثلا يشترك في تجارة مع واحد صاحبه، يبقى في تجاره منهم، يقول لا 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 انا اخاف من التجاره واخاف من السوق والاسعار تعلى والدولار يروح فين، لا 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 احنا مش قد الخساره، ده التجاره خساره، ويبتدي يخاف ويخاف ويخاف. احيانا كمان لما تيجي تطلب مبلغ فلوس كده من اهلك وانت على يقين ان هم هيوافقوا، بتلاقي فعلا اسلوبك في التفكير واسلوبك في الاقناع واسلوبك في عرض الامر على والدك وافق، مع ان ممكن يكون مثلا كورس ثمنه غالي بس تلاقي والدك وافق. وفي احيانا ساعات انك بتروح تبقى طالب فلوس ومبلغ قليل من والدك
وانت بتطلبه وانت من جواك مش مقتنع اصلا بالمبلغ ومش مقتنع بالطلب في الوقت ده، فعلا بتلاقي والدك رفض. مش بتبقى سحر ولا حاجه، هي الفكره كلها ان انت لما شكيت في نفسك وشكيت ان طلبك هيتقبل، اسلوبك في عرض الكلام بقى كله تشكك، واسلوبك ما اقنعش اللي قدامك عشان يدي لك طلبك. هي دي الفكره. بيقول جوزيف ميرفي مؤلف الكتاب، بيقول هو كان زمان محاضر في الجامعه، وكان عنده يعني طالبه من طالباته بتقول له يا تيتشر، تعرف المحل ده بيبيع شنط، والشنطه اللي هناك دي انا نفسي اشتريها، دي حلم من احلامي ان انا نفسي اشتريها. قال لها طب ايه المشكله ما تشتريها؟ قالت له لا لا لا، دي غاليه جدا جدا جدا، ده انا لا يمكن، ده انا عمري ما هشتريها، هو انا اصلا هقدر املك المبلغ ده كله؟ فجي قال لها طيب كده كده انت مش قادره تحصلي على الشنطه. قالت له اه. قال لها بدل ما تقولي الجمله السلبيه دي بدليها بجمله ايجابيه وقولي انا في يوم من الايام هحصل على الشنطه دي. قالت له ايوه بس ده مش حقيقي، مش هيحصل. قال لها بس انت خسرانه حاجه؟ قولي كده لعقلك الباطن انت مش هتخسري حاجه، انت كده كده الشنطه مش معاكي. قالت له طيب. وابتدت يوم ورا يوم ورا يوم لحد ما جات له في يوم بتقول له فاكر يا تيتشر الشنطه اللي انا قلت لك عليها اهي؟ وراحت رفعها قدامه. بتقول له انا خطيبي جابها لي هديه في عيد ميلادي، انا مش مصدقه. قال لها دي قوه تاثير الكلام الايجابي على عقلك الباطن. يعني فهي اللي بيحصل ايه، ان حصل ايه، ان هي كانت معديه قدام المحل ده مع خطيبها وقالت له الشنطه دي عجباني جدا، انا في يوم من الايام هيبقى عندي الشنطه دي، فجابها لها هديه. فادي العقل الباطن ازاي يوظف الامور ويوظف الاحداث لصالحك لمجرد انها كانت فكره اترجمت. معظم الناس اللي بتفكر انها تبقى عندها وظيفه هي اصلا مش محتاجه وظيفه، هي عايزه دخل. ففكره ان انت قلت له طب ايه رايك يجي لك الدخل ده عن طريق التجاره مثلا، يقول ماشي، بس مش مشكله ان انت تحصل على ما تريد ان تحصل عليه بنفس الفكره، ولكن الفكره ان انا ان انا عايز احصل على اللي انا عايز احصل عليه. مش مشكله بقى الطريقه، انا عايز فلوس، مش لازم اتوظف، ممكن افتح مشروع. انا عايز الشنطه، مش لازم انا اشتريها، ممكن تجيلي هديه. هي دي الفكره. ملخص الكتاب بقى بيقول ان الافكار اللي بتطرحها على عقلك الباطن هيصدقها، وهيجعلك انت كمان تتصرف وفقا لهذه الافكار. وابشرك يا صديقي انه انا كان عندي نفس الموضوع ده. بيقول ايه؟ بيقول انه كان مجموعه طلاب في الجامعه، وكان بيحكوا ان هم ازاي هيتعينوا في الجامعه دي بعد ما يخلصوا. فكانوا 4 بيقولوا مستحيل نتعين لان دي محتاجه وساطات كبيره، ولا لازم تبقى نتعين بواسطه، والتاني يقول لي يا عم ده واسطه وممكن انت معكش واسطه يبقى معاك فلوس كتيره ترشها على الناس، يعني رشوه يعني. ففي واحد منهم قال ايه؟ قال الطريق ان انت تتعين في الجامعه دي هو ان انت تجتهد طول السنوات الدراسه وتحصل على الترتيب الاول على دفعتك وتجيب تقدير امتياز، وهو ده السبيل ان انت هتحصل على وظيفه داخل الجامعه. ال4 اللي كانوا معاه قعدوا يتريقوا عليه ويقللوا من الجمله اللي قالها ويقللوا من شأن الفكره اللي قالها، ويقولوا له بعد السنوات الدراسه ما تنقضي فرجنا اذا كنت هتتعين ولا مش هتتعين بطريقتك. وقد كان تمت سنوات الدراسه، وصاحبنا اللي كان قال انا هجيب امتياز وهتعين في الجامعه ذاكر واجتهد وكافح، لان كان مشبع عقله بفكره ان انا هذاكر وهجتهد وهطلع الاول على الجامعه كلها وهجيب امتياز وهتعين في الجامعه دكتور. قد كان. وال4 اللي كانوا بيسخروا من كلامه فعلا ما تعينوش في الجامعه ولا حتى جابوا تقدير جيد. الفكره يا صديقي انه انت اللي بتشبع عقلك بالكلام، وعقلك بيخليك تمشي وفق الكلام ده. شرفتونا النهارده في الفيديو الرائع ده. لو انت وصلت معانا لحد كده اعمل لايك، شير، سبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفنا. استنانا في ملخصات تانية لكتب جديده ممكن تغير مجرى حياتك. ممكن تعمل شير، ما تعرفش مين حياته ممكن تتغير بسبب المعلومه. اعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والى نلقاكم في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله.